من اول الدور الثاني كولر بيقول يا جماعه انا ما عنديش، انا مش عايز اديك، انا مش قادر. هو الراجل مش قادر يديك حاجه، خلاص ما عندوش حاجه. يا جماعه مورينيو في ريال مدريد مشي، والسير اليكس فريكسون ولا بتاع مانشستر سابهم عادي، وجوارديولا مشي من برشلونه، وكلوب حس ان هو ما عندوش فساب ليفربول رغم ان اداره النادي كانت متمسكه بيه. فطبيعي ان كل مدرب بياخد فتره ازدهار كده وبعد كده بيحس دماغه بتقف، فقد الشغف يا عم، الابداع عنده قل، مشوا ميتين ابوه بقى. يعني ليه بتحرقوا دمنا؟ قفشه ما نزلش النهارده ليه؟ يعني كان ممكن يبقى حل هجومي عادي بدل احمد رضا. يا عم هقول لك على حاجه، ما كنت تلعب 3-4-3، كنت تلعب 3-5-2 وخلي عندك قفشه واحمد رضا وامام عادي، يعني ما كانش هيحصل حاجه. وممكن تحط جراديشار معاهم، وبلاش خالص يبقى عندك باك شمال، حط واحد بس بيرفع برجله الشمال زي ما عمل